لو قلت لك إن الأولى على الكلية كانت بتكره الكلية بتاعتها من أول يوم مش هتصدق، صح؟ أيوة دي أنا. الفيديو ده أنا عاملاه عشان أقول لك إزاي تستغل حياتك الجامعية صح، لأن أنا زيك من بعد نتيجة الثانوية العامة حسيت إن أنا اتظلمت. كنت داخلة الكلية دي وأنا بقول المكان ده مش مكاني، وحاسة إن أحلامي انتهت وهي أي كلية والسلام. بس قررت قرار واحد، إني أبطل أركز على الكلية اللي ما جاتش وأبدأ أركز على الشخص اللي هكون عليه كمان 4 سنين. ومن هنا كل حاجة اتغيرت. اتخرجت وانا الاولى على دفعتي لمده 4 سنين، وطلعت المركز الاول على مستوى الجمهوريه وخدت الميداليه الذهبيه. كرمت اكتر من مره من رئيس جامعتي، وكمان طلعت في لقاءات تلفزيونيه كتيره، وعملت كمان لقاءات كتيره مع فنانين كلنا بنحبهم. وغير كل ده قدرت كمان ان اكون صحاب واخرج واتفسح واسافر واعمل كل اللي نفسي فيه. ده غير كمان ان اكون بشتغل وناجحه في شغلي. اكتشفت ان الجامعه مش مجرد محاضرات وامتحانات، الجامعه هي المكان اللي تقدر تبني فيه مستقبلك كله لو عرفت تستغلها صح. وعشان كده انا قررت ابدا معاكم سلسله لكل طالب حاسس ان حلمه ضاع، وجاي اقول لك ازاي تنجح في حياتك الجامعيه، ازاي تقدر تجيب تقديرات عاليه من غير ما تفضل طول السنه مضغوط، وازاي تخش الانشطه اللي فعلا هتفيدك، وازاي توازن بين الدراسه والشغل وحياتك. ووعد مني اي كلمه هقولها لك هتكون عن تجربه شخصيه مش كلام نظري. ولو نفسك تبص وراك بعد 4 سنين وتقول انا استغليت سنين عمري صح، اكتب لي في الكومنتات كل الاسئله اللي في بالك، وما تنساش تعمل لي فولو عشان نبدأ مع بعض الرحلة من أول يوم.